Marşava hodela yalçi Marşava ho silah elçi Vezcudel yetkhodiye khaha المرض الذي كان يحتاج إلى عملية جراحية مفتوحة مضنية قبل 30 سنة يتم اليوم علاجه بحبة دواء واحدة. هل تجد من الصعب تصديق هذا؟ لكن هذا هو الواقع. ترى ما السبب الذي يجعل إنسانا سويا عاقلا يعدي نفسه بالجراثيم والبكتيريا الخطرة متعمدا؟ وهل من الصواب النفخ على طعام الطفل الساخن حتى يبرد؟ لماذا يجب علينا الانتظار حتى يبرد من تلقاء نفسه؟ كل هذا والمزيد من الحقائق المثيرة في حلقة جديدة من برنامج الصيدلية الخضراء. ليس من النادر أن يخاطر الإنسان بصحته أو حتى حياته للوصول لأهدافه. الكثير من العلماء يفعل ذلك من أجل العلم. التاريخ يزخر بالأمثلة اللامعة على علماء أجروا اختبارات وتجارب على أنفسهم لإثبات صحة نظرياتهم والقيام باكتشافات. جون هانتر على سبيل المثال جراح اسكتلندي من القرن الثامن عشر عدا نفسه عامدا بمرض السيلان ليثبت أن مسبب المرض هو نفسه الذي يسبب الزهري. تجربته كانت ناجحة فقد أصيب بالعدوى فعلا، لكن ويا حسرة كانت استنتاجاته خاطئة. بطل قصتنا أيضا تعامل مع البكتيريا. باري مارشال كان يعمل في أوائل الثمانينات مع زميله روبن وارن على بحث سيؤدي إلى اكتشاف ثوري جديد. قبل نشر أبحاثهما كان المعتقد السائد في الأوساط العلمية أن التهابات وقرحة المعدة والاثني عشر هو فرط إفراز عصارة المعدة، سوء التغذية والعادات السيئة من تدخين وشرب الكحول وغيرها من العوامل. كان سبيل العلاج الأساسي لقرحة المعدة والاثني عشر عمليات جراحية كبيرة مفتوحة لقص أجزاء من المعدة وذات آثار جانبية جمة لمدى الحياة. أي نعم كانت تزول القرحة، لكن للأسف كانت تزول معها الصحة أيضا. مارشال ووارن هما بالتحديد العالمان اللذان أثبتا أن قرحة المعدة الهضمية هي عدوى بكتيرية في الأساس ويجب علاجها بالصادات الحيوية. اليوم يكاد الجميع يعرف هذا، وليس من الشرط أن تكون طبيبا. توجد العديد من بروتوكولات العلاج والتخلص من جرثومة المعدة، منها الثلاثية ورباعية المحتوى، متضمنة أدوية قرحة مثبطة لإفرازات المعدة PPI و H2 blockers على سبيل المثال. هنالك العديد من طرق الفحص والاختبار، تختلف ليست فقط طرق الاختبار كفحص يوريا النفس والطرق المناعية وحتى PCR الأكثر دقة، بل ويختلف مصدر عينة البكتيريا التي نريد فحصها من دم أو براز أو حتى خزعة تنظيرية من جدار المعدة. نحن نعلم هذا اليوم الآن، لكن في ثمانينيات القرن الماضي لم يكن المجتمع العلمي على عجل لقبول استنتاجات وارن ومارشال. على مدى عدة سنوات أجرى العالمان أبحاثا شتى واختبارات على الخنازير، لكن النتائج للأسف لم تكن دائما ناجحة ومقنعة للمجتمع الأكاديمي. وفي سنة 1984 قرر مارشال أن يضع حدا لهذا وأجرى التجربة على نفسه. جهز نفسه كما ينبغي بأن أجرى تنظيرا علويا للتأكد من سلامته وكونه غير مصاب بقرحة المعدة الهضمية، ثم تناول بعد ذلك حساء ملوثا بهيليكوباكتر بايلوري جرثومة المعدة، وسرعان ما بدأت الأعراض بالظهور بعد بضعة أيام: آلام في المعدة، غثيان وإقياء. ثم تم إجراء التنظير الثاني بعد 8 أيام وكانت النتيجة الصاعقة. تم تأكيد تشخيص مارشال بالتهاب المعدة الحاد بسبب هيليكوباكتر بايلوري جرثومة المعدة. سنة 1998 قال مارشال: كان الجميع ضدي، لكني كنت دوما على ثقة أني على صواب. سنة 2005 حصل مارشال وزميله وارن على جائزة نوبل في الفيزيولوجي لقاء بحثهم المتألق واكتشاف العلاقة السببية بين جرثومة المعدة والتهابات وقرحة وسرطان المعدة. فما هي هذه الجرثومة؟ إنها بكتيريا تصيب المعدة. تحدث العدوى في سنوات الطفولة الأولى غالبا. معظم الأشخاص المصابين لا يعلمون بإصابته، كون المصابين غالبا لا يشتكون من أي أعراض. فما تلك الأعراض التي تنبهنا للإصابة المحتملة؟
آلام في البطن والمعدة، وتزداد حدتها عندما تكون المعدة خاوية. كذلك تسمى آلام الجوع، الغثيان وفقدان الشهية، الشعور بالانتفاخ والتجشؤ المتكرر. أما طرق الإصابة فمتعددة. تنتقل جرثومة المعدة باللعاب والطعام والشراب والآنية الملوثة، بما أنه من المثبت علميا أن الإصابة بجرثومة المعدة تكون في السنوات الأولى من عمر الطفل، وكذلك من الثابت أن العدوى تنتقل باللعاب والطعام والشراب والآنية الملوثة، خصوصا في نطاق العائلة من الأهل للطفل على سبيل المثال. هل تعتقد أن للحديث الذي رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنه وغيره من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ على الطعام والشراب وفي الإناء علاقة بجرثومة المعدة؟ علماء الأمة الأوائل عزوا هذا النهي إلى مخافة تلويث الطعام والشراب بشيء من الريق أو اللعاب بعد كل الذي عرفناه اليوم. وإذا أضفنا إلى هذا أن نسبة الإصابة بجرثومة المعدة تتراوح من 25% إلى 70% حسب البلد، هل تعتقد أن النفخ على طعام صغيرك حتى يبرد فكرة سديدة؟ وحتى لا يكون هذا مجرد كلام، نحن في مركز ميد إيم الطبي هنا في غروزني نقوم بإجراء دراسات باستخدام أحدث التكنولوجيا للتشخيص بالحمض النووي لدراسة نسبة احتمالية العدوى بجرثومة المعدة بالنفخ على الطعام والشراب، وسيسرنا أن نعلمكم بالنتائج فور الانتهاء من البحث ونشر النتائج. ميد إيم حراس على أعتاب صحتكم، وكعلاج متكامل بجانب الأدوية والعلاجات المعروفة للتخلص من جرثومة المعدة وأدوية قرحة المعدة، عندنا كنز ثمين من الأعشاب، والكثير منها مذكور في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لها خصائص مقاومة للبكتيريا والالتهابات وترفع كفاءة المناعة بشكل عام. سجلوا عندكم هذه الوصفة: ملعقة واحدة صغيرة من مسحوق الزنجبيل، نصف ملعقة من الحبة السوداء، ونصف ملعقة من الكركم، يغلى مع نصف ليمونة بقشرها، وبعد أن يبرد يحلى بالعسل، ويا حبذا لو كان من العسل القوقازي الجبلي، يشرب مرتين في اليوم على مدة أسبوعين. نشكر لكم متابعتكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من الصيدلية الخضراء.